لما بتجيلي العميله بتسالني عن اعمل ايه، اتصرف ازاي، جوزي انا خايفه يتجوز عليا، فايه الحل؟ الحل ان انت اللي تبداي تتغيري. المشكله اصلا جواكي، الخوف اللي جواكي عامل مشكله. طيب انا اعمل ايه؟ ابدا ان انا اركز على نفسي، انا ابدا احب نفسي، ابدا اعمل لنفسي حاجه، يبدا هو يلاقيني بتغير مختلفه، ما بقتش بزن زي الاول، ما بقتش بعمل مشاكل زي الاول، بقيت ساكته. في تعليقات معينه كنت بقولها بطلت اقولها. هيبدا مخه يشتغل، لان مخ الراجل بيشتغل لما يلاقي الست اللي قدامه بدات تتغير. يعني كانت واخده اسلوب معين وانا متعود عليها بشكل معين، لا انا بدات اتوغوش. حتى جربيها كده، جربي مثلا انت ليكي واحده صاحبتك بتسال عليكي كل يوم وجات يوم ما سالتش، هتحسي ايه؟ في حاجه غريبه. او حد بيتخانق كل يوم وبيعمل مشاكل كل يوم وجه في يوم سكت ما عملش خناقه، هتقلقي عليه برضه، هتستغربي. هو نفس الفكره، هو متعود عليكي بطريقه معينه، ان انت عامله شبه البوتاجاز باستمرار، وعامله يعني مش مستحمله اي حاجه. بدات تسكتي، بدات تهدي، بدا يبقى ليكي اهتمامات تانية، بداتي تحددي لنفسك وقت بتشحني فيه طاقتك، بقيتي بتحددي لنفسك وقت تبقي مبسوطه فيه. بدا هو يلاحظ الست دي فيها حاجه غريبه، ما بقتش زي الاول، بقت مشغوله عني، لا لا لا, لا. انت في حياتك حاجه. هيبدا هو يرجع ياخد باله منك، انت بتعملي ايه، رايحه فين، جايه منين، بتكلمي مين. لكن طول ما انت عماله تجري وراه وبتدوري عليه في كل حاجه وخانقاه، هيفضل هو زي القط والفار كده، هو هيفضل يجري منك وانت تفضلي تجري وراه. علشان خاطر المعادله دي تتقلب ويبدا هو اللي يركز معاكي، محتاجه انت اللي تغيري من نفسك، تغيري من طريقتك، تغيري من اسلوبك، فيحس ان في حاجه غريبه، فيبدا مخه يشتغل ويبدا هو اللي يجري وراكي.